كانوا برضه من الناس اللي بيشجعوها. علاقتي مع أولادها دايما كانت حلوة. بس لا، علاقتنا دلوقتي انفصلت كامل. تراجعت عن الموضوع طلع، لكن هي تراجعت ولا كانت مصممة على لا 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 لا، كان خلاص رجعنا حياتنا الطبيعية خالص. خلي بالك حضراتكم، يعني احنا لغاية لما علا نزلت من هنا شهر 10/2022 احنا كانت علاقتنا الزوجية علاقة زوجية مفيش أي حاجة. كان لسه ابني متجوز وكنا في فرح، وجوازنا قضيناه في لاس فيجاس، وكانت كل حاجة طبيعية. وأنا بيتهيألي عندي صور وحاجات بقى تثبت بذلك طبعا كتير جدا جدا جدا. بعد 6 شهور وبعد التصالح، ليه يعني ايه اللي جد خلى الموضوع المرة الثانية ما فيهوش رجعة؟ يعني أول مرة ما قدمت الطلب بالطلاق كان في رجعة، لما ادوكوا 6 شهور يعني للتصالح. لا، ده أنا اللي قدمت. وهي تراجعت برضه ورجعتوا. رجعنا. حضرتك بتقول الحياة رجعت طبيعية، ايه اللي جد بقى خلى الموضوع يوصل للمرحلة دي؟ مش عارف. يعني أنا بصراحة مش عارف، للأسف إن كان في حاجات بتتخطط من ورايا، في حاجات كانت بتتعمل بقالها سنين. ازاي يعملوا كده او ازاي ينفذوا طريقه انها تبيع البيوت اللي في امريكا، ازاي انها تيجي وتحط وضع يد على الفيلا هنا وانها تبيع الفيلا هنا. كل الحاجات دي كان في ناس اكيد بيخططوا لها او بينفذوا لها الحاجات اللي هي عايزاها. عايش فيه. احنا في يعني سنه 2022 مظبوط؟ مارس 22 قبل ما علا تيجي مصر ب3 شهور او 4 شهور كانت مشكله بيني وبينها، وتدخل فيها البوليس هناك. وكانت المشكله دي كانت هي شاربه. اهو الورق اهو، ودي قضيه اتعملت لعلا ما فيهاش حاجه خالص. لسه ما فيهاش اي حاجه، دي قانونيه والورق اهو. ما انا معاك، بس انا معاك عشان بس يعني يا ريت بس يبقى عندنا تحوط بس يا جماعه، بس في موضوع الالفاظ اللي ما فيش الفاظ. دي الورقه اللي حضرتك بتقول دي بتثبت ايه بالظبط؟ بتثبت ان اللي حصل في امريكا انها تهجمت عليا وكسرت لي تليفوني واتقبض عليها في نفس اليوم، وانا تنازلت عن القضيه، بس القاضي ما تنازلش عن القضيه واداها 6 شهور، اداها لغايه مارس 23 تحت الرقابه. فهي قعدت 6 شهور، لا انا اسف، اغسطس 22 الى سبتمبر 23، من اغسطس لسبتمبر لمارس، فاداها الى 6 شهور تحت المراقبه. انها لو عملت كده تاني هتخش السجن. يعني فيها جديد؟ لو أثير حاجه بالنسبه للوقائع اللي بتدور ان شاء الله باذن الله يتم ابلاغ حضراتكم، بس هو كلام مقتضب في حدود ما صدر من قرارات. تمام. واثق تماما ان القانون المصري هيطلعها ويبينها، وان القضاء هيبقى قضاء. زي ايه يعني؟ حضرتك بتقول ان في حاجات تتمنى ان هي تتم اسرع من ما هي بتتم دلوقتي، وبس قانون. فيعني زي انا معايا عقد، انا المفروض ان انا عايش في بيتي، المفروض ان انا عندي حياه مستديمه هنا. ولو انا مزور عقدك او انا عامل حاجه غلط القانون هيطلعني، بس طبعا عشان ما فيش حاجه فالقانون مخليني في مكاني.